بنبدأ مع البطلة سن وهي بتكون قاعدة في غرفة في فندق وتكون عاوزة تنام، لكن واحد بيدخل عليها وبيمسكها كده ويخنقها وبيهددها اللي هي لازم تساعده، لأن في رجالة برا بيطاردوه عايزين يقتلوه. وبعرفها اللي هو واحد من زعماء المافيا واللي لازم تساعده، لو مساعدته ممكن يقتلها ويتخلص منها بكل سهولة. فبتوافق وبيقول لها لما ممكن يدخلوا الغرفة في أي وقت، يا ريت تمثلي اللي انت مراتي لمدة دقايق. فبتعمل كده بالظبط وبيستنطوا عليهم من بره وبيسمعوا الصوت، بيعرفوا ان واحد وزوجته في وضع خاص ومش بيرضوا يدخلوا. وبعد ما بيمشوا بيجي مقرب منها ومش بيرضى يسيبها، فبتخاف منه وبتيجي جايبه ابره وتيجي غزاه في رقبته، لكن قبل ما بيغمى عليه بيلمح الوحمه اللي على كتفها اللي بتكون على شكل هلال. فهنا بقول لها اخيرا لقيتك، وبنعرف اللي هو كان بيحب بنت ايام الطفوله، والبنت دي كان على كتفها وحمه القمر وهو بيدور عليها من زمان ونفسه يلاقيها لانه بجد بيحبها. واللي البطلة بعد ما روحت لابسة لبس الزفاف بيكون أهلها عاوزين يجوزوها غصب عنها، وكمان مرات أبوها وأختها وأبوها بيكرهوها وبايعينها لراجل مافيا كبير جدا في السن وكمان عاجز وكمان شكله سيء، مش يهتموا حتى اللي هم يشوفوا شكله، وبيقولوا لها اللي انتي عايزين نخلص منك، وبيقعدوا يتنمروا عليها واللي انتي لعنه اصلا على العيله. وبتروح كده عشان تشوف العريس، واول ما بتدخل بيقفلوا عليها الباب، بتلاقي راجل لابس قناع فبتديله كده في وشه بوكس جامد كده في وشه، وبعد كده بنلاقيه هو وين بطلنا. وبتتفاجئ سن من اللي هي شايفاه، بتقول له انت العريس؟ طب العريس عاجز وكبير كمان في السن وشكله سيء، انت ليه مطلع على نفسك كده؟ فبقول لها اللي هو مش عاوز يتجوز، اللي هو متجوز عشان ينفذ رغبه جدته، واللي هو بيحب بنت تانية واللي هو مستحيل يحبها ولا يكون ملكها، وهيكون ملك البنت اللي هو بيحبها واللي هو بيدور عليها دلوقتي. فهي بتفرح جدا بالكلام اللي هي بتسمعه لانها هي كمان مش عايزه تتجوز. وبيجيله اتصال وبعرفوه ان في صندوق هيتباع في مزاد بكره، والصندوق ده بيكون بتاع جده البنت اللي هو بيحبها صاحبه الوشم. وبتكون هنا تاني يوم وهما بيفطروا بتسمعه وهو بيكلم مساعده وبيقول له يدور على البنت اللي ساعدته في الاوتيل، وهي بتفتكره اللي هو عايز يخلص عليها، مش بترضى تعرفه اللي هي. وفي نفس الوقت بنعرف ان البنت دي برضو رايحة تشتري الصندوق ده في المزاد اللي هو بتاع جدتها، وبتكون مبسوطة اللي هو مش عارف ان هي البنت اللي ساعدته في الفندق. وبنشوفهم هما في المزاد لكن كله بيكون لابس اقناع، مش عارفه ايه الحكمه ورا كده. لكن هنا بيلاحظ ان في بنت جميله قاعده وكمان مصممه اللي هي تشتري الصندوق، عماله ترفع في السعر عشان تعرف تاخد الصندوق، وكمان بيلمح الوشم اللي على كتفها وبيعرف ان هي دي البنت اللي بيحبها من الطفوله اللي هو عمال يدور عليها. لكن في لحظه بتختفي من قدامه وبيدور عليها لكن مش بيلاقيها. بيرجع البيت وهو حزين ومتضايق لانه ضيعها بعد ما شافها من بعد سنوات طويله، وان هي حب عمره واللي هو بيحبها منذ الطفوله، وحبها عشق اليوم اللي هي انقذت فيه حياته لما كانت حياته في خطر. وبيطلب من مساعده اللي هو يدور على البنت اللي كانت في المزاد. واقف هو والمساعد وبيلاقوها نازله كده من العربيه، والمساعد بيقول له ان الولد ده هو نفس الولد تقريبا اللي كان مع البنت اللي في المزاد. فهنا بيشك كده وبيحاول اللي هو يعرف ان هي ولا لا. وبعد كده بنشوفها وهي بتحاول تفتح الصندوق لكن هي مش معاها المفتاح، وهي عارفه ان المفتاح بتاع الصندوق صديق طفولتها واللي هي بتتمنى اللي هي تلاقيه واللي هي دورت عليه كتير، وبتتمنى اللي هو يلاقيها بدل هي مش لقيته، وبتكون حابه جدا اللي هي تشوفه وبنعرف اللي هي بتحبه. لكن هنا بتسمع ونه وهو داخل عليها فبتخبي الصندوق. بعد كده بيجي كده عشان يشوف الوحمه اللي في كتفها، لكن هي بتتفاجئ لما هو بيقرب منها كده وبتخاف منه اللي هو يعرف اللي هي البنت اللي كانت معاه في الفندق. فهنا بتحاول كده تتحجرش بيه كده عشان عارفاه اللي هو بيحب بنت تانية ومستحيل يقرب منها عشان يسيبها ويمشي. لكن بيهودها كده لعند لما بيشوف كتفها ومش بيلاقي الوحمة. خفت الوحمة بالبودر عشان مش يعرفها اللي هي نفس البنت، وبنلاقيه قاعد وماسك المفتاح بتاع الصندوق وبفكر فيها، وبنعرف ان هو انه طفل غير شرعي وان اهل والده عايزين يتخلصوا منه، وهي اجت في الوقت المناسب ونقذته. وبعد كده قبل الجده وخدته وتربيه وغيرت اسمه وهويته عشان يكون الوريث الشرعي لعيلته. عشان كده هي مش عارفه لان صديق طفولتها اسمه جون مش وين. وبعد كده بنشوف الجده اللي نفسها تشوف حفيد ليها قبل ما تموت، فبتقرر اللي هي تروح تعيش مع ابنها ومراته عشان تخليهم يقربوا من بعض. وهنا سنه لما بتعرف بتروح هنا لوين عشان تعرف، لكن بتقلي قالع كده هدومه وبتتفرج على عضلاته. لكن بيبص لها كده لما بيحس بيها وبيقول لها مش تفتكري ان انا هكون ملكك انتي، انا ملك البنت اللي انا بحبها صغيره القمر. وبيجي كده مطلعها.
بس بعد ما بيمسكها كده من رقبتها ويجي مطلعها يلاقي الجدة كده في وشه على طول. وبعد كده بتاخدهم وبينزلوا يتغدوا. فهنا بتلاحظ ان الجدة نبضها في حاجة، فبتعرف ان هي بتاخد سم، حد بيديها سم في الاكل بس سم بعيد المدى. وهنا بتقعد تسألها عن طريقة اكلها وكده، فهنا بتفاجئ من طريقتها وليه هي بتسأل الاسئلة دي. بعد كده الجدة بتغير الموضوع وبتقول لوين اللي هو ياخد سنة واللي يروح يشتري لها هدوم وحاجات ليها وتعمل شوبينج. بالفعل بتروح المحل وبتلاقي هناك اختها وكمان زميلة اختها، بيقعدوا يتريقوا عليها ويتنمروا عليها قدام الموظفين وبيقولوا اللي هي فقيرة ومش تقدر تشتري اي حاجة من هنا، وانت داخلة ليه هنا اصلا وانت مش معاكي فلوس. وبيقعدوا يتنمروا عليها وبيقولوا لها اللي انت اصلا مش حد عاوزك واللي انت بنت منبوذة. وبيكون هو كده قاعد وبيتفرج عليها وهي بتاخد حقها وبتبسط منها جدا، وهي بتتقمص كده اللي هي بنت غنية واللي هي معاها فلوس، وتروح كده تنقي كل الفساتين الغالية، وهي عارفة في نفس الوقت ان اختها هي اللي هتشتري الفساتين دي عشان تحرجها. وبالفعل اختها بتشتريهم، وهنا بتتبسط جدا لان اختها فضت بطاقة الائتمان بتاعتها مش قاعدة عندها رصيد في البنك. وهنا بتقعد تتريق عليها اختها كمان وبتقول لها المفروض ان انت ما تدخليش محلات زي دي، لان اللي زيك المفروض يشتري حاجات من الشارع. فهنا بيقرر اللي هو يديها بطاقة الVIP عشان تشتري اللي هي عاوزاه. فبتيجي كده رايحة منقية اغلى فستان في البوتيك كله، وبتروح كده وبتدفعها ثمنه من بطاقة الائتمان بتاعتها. فالكل كده بيتفاجئ منها، وبعد ما كان الموظفين استقلوا بيها بقوا بيهتموا بيها ويعتذروا لها كمان على معاملتهم معاها. وين بيكون متفاجئ ازاي هي دفعت الفلوس دي وازاي هي معاها فلوس كده وبطاقة ائتمان، وبطلب من المساعد اللي هو يراقبها وبفضل حاططها بقى في دماغه وبيشوفها وهي بتركب مع نفس الشاب تاني. فبيشك اللي هي عارفة البنت صاحبة الوشم اللي هو بيحبها صغيرة القمر اللي هو بيدور عليها. وبعد كده لما بتوصل البيت بيسألها هي ازاي دفعت تمن الفستان وازاي معاها الفلوس دي ومين الشاب اللي هي بتركب معاه على طول. فبتبقى مش عارفة ازاي تفهمه اللي هي شغالة في الطب البديل الطب الصيني اللي جدتها معلماه ليها، وهنا بتكون مخبية عليه الحقيقة دي واللي هي أصلا معاها فلوس واللي هي بنت غنية من شغلها طبعا. لكن هي بتغير الموضوع بحرفتها وبتقول له انت ازاي اصلا مش تدافع عني وتفضل قاعد وتتفرج ومش تعمل حاجه. فانا بتلاحظ ان نبضات قلبه سريعه وان في حاجه، لكن هنا بيشدها وبيبقى عاوز اللي هو يبوسها. وبنعرف ان الجده حطت له في المشروب منشطات عشان عاوزه تشوف الحفيد بتاعها يا ناس. بيفضل اللي هو عايز يقرب منها ويبوسها، لكن هي بتفضل تقاوم وتبعده، لكن مستغربه اللي هو ازاي قوي كده وازاي بيعمل كده لانه اول مره يعمل معاها كده. فبتطلع ابره كده وبتيجي غزاه في رقبته وبتخدره وبتتفاجئ من اللي هو بيعمله. وبنعرف بقى اللي هو نام على الارض وهي نامت على السرير، فبيتضايق جدا اللي هي خلته ينام على الارض وهي على السرير وبيفضل يزعق معاها. وبعد كده الجده بتدخل وبتلاقيهم فوق بعض كده فبيفتكروهم اللي هم بيبوسوا بعض، لكن كانوا شكلوا مع بعض يا جده والله. فبيفتكر نفس الإبرة اللي البنت ادتها له في الفندق، فبيشك إن هي نفس البنت وبيطلب من المساعد اللي يعرف معلومات عنها. وهنا بيكونوا قاعدين بيفطروا وبيلاحظ اللي هي بتشيل الجزر من الأكل، إن صغيرة القمر ما بتحبش كمان الجزر. فبيفضل يبصلها كده ويتأمل فيها. وبعد كده بنشوفهم هما لابسين وجاهزين لأن الجدة عاملة حفلة كبيرة عشان تعرف الناس عن وريث العيلة لأن محدش يعرفه، ومطلع على نفسه إشاعات اللي هو إنسان عاجز واللي إنسان بشع الشكل والأخلاق عشان ما فيش بنات تقرب منه عشان فلوسه. هنا بنشوف البنات وأخت البطلة وهم واقفين وبيتكلموا عليها أول ما بيشوفوها داخلة مع الشاب الوسيم ده. فبيقولوا لها أنت مين ده؟ فبتقول لهم جوزي. فبيقولوا لها أنت كدابة، أنت ده واحد مستأجراه عشان جوزك بشع وكمان عاجز، واللي ده يعتبر خيانة زوجية. وبيفضلوا يتريقوا عليها ويتنمروا عليها، لكن هو بيرد بيقول لها اللي هي دي مراته وان هو وريث العيلة وان هو يقدر يدمر الحفلة دي في ثانية ويلخصها عشان محدش يضايق زوجته. لكن هنا بنشوف ابوها والدتها بيدخلوا ونفس الحاجة بيتريقوا عليها لانهم هم اصلا مش يهتموا كانوا يشوفوا العريس اللي بنتهم هتتجوزه، ويفضلوا يتريقوا عليها وبيقول لها فين جوزك العاجز. لكن هنا بقول لهم اللي انا وين صاحب الشركات وانا وريث العيلة واللي انا هقدر اخلي شغلك كله يقف. فمش بيصدقوا بيتريق عليه، فبيطلع التليفون كده وبيكلم واحد من المساعدين وبطلب منه اللي هو يلغي كل الصفقات اللي مع الراجل ده. فهنا بيجيله مكالمة وبتلاقي الصفقات كلها اتلغت وبيعرفوا ان هو ده فعلا. تيجي الجدة بتقول لهم ده حفيدي واللي احنا طلعنا الاشاعات دي عشان البنات اللي بتحب الفلوس واللي بتحب الناس الاغنياء تبعد عنه واللي هو يتجوز بنت ترضى بواحد زيه ولما تعرف اللي هو عاجز. فهنا بينزلوا كده على رجليهم ويقعدوا يتوسلوا لهم عشان يرجعوا الشغل تاني مع بعض. فهنا بيهمس كده لبنته وبقول لها
خليه يوافق عشان مش هرمي رماد امك في النهر، فبتخليه كده يوافق عشان امها، فبيقبل كده ويوافق عشان خاطرها. وهنا اختها بتكون متضايقه جدا من اللي بيحصل، وبتكون زعلانه اللي هو ازاي اتجوزت من راجل كده غني، واللي هي مش اتجوزت ولا هتعرف تتجوز واحد غني زيه. وبتقول لاهلها اللي هو لازم هي تكون مكانها، وان هي لازم تتطلق وانا اللي اكون مراته. بيكون وين عارف اخت مراته على ايه، واللي هي طماعه وبتاعت فلوس وعايزه تقرب منه. فهنا هو بيرقص معاها، بيديها الارشادات عشان ما تخافش ما تغلطش في الرقص ومحدش يضحك عليها. بيقول لها خليكي واثقه من نفسك ومش تبصي تحت. لكن اختها بتقعد تبص لها بكره كده وانانيه، فبتاخد بعضها وبتمشي، لان بيجي لها مكالمه من صديقها وبقول لها ان وين قريبا جدا هيكتشف اللي ساعدتيه في الفندق، وبتكون خايفه جدا. وهنا بيروحوا يتقابلوا كده في الفندق، وبيكون معاهم المساعدين وكمان معاه اختها. والمساعد بيجي يكلمه كده وبيجيب له واحد من الفندق وعشان يقول له مين اللي كانت معاه في الليله دي. لكن هنا بتقاطعهم بالكلام وبتقول له اللي انا اللي كنت معاك، وبتحكي له على كل التفاصيل، وبتقول له انا اللي عندي الوشم على كتفي وانا اللي ساعدتك، وبتحكي له على كل حاجه بالتفاصيل. وبتقول له انا ما رضيتش اقول لك على حاجه لان انت في الوقت ده اتجوزت اختي، فما رضيتش اعرفك. فهنا بيشم ريحتها كده لكن بنفر من ريحتها، وبقول ان البنت دي كانت ريحتها اجمل، مستحيل تكون انت اللي كنت معايا في الغرفة. وبعد كده بنعرف ان هنا عرفت التفاصيل دي كلها من سن، لما قابلتها وقالت لها لازم انت اللي تروحي وتقولي له وتعرفيه وبتديها كل التفاصيل، عشان انا عارفه اللي انت عاوزاه وعاوزه تتجوزيه، بس بشرط اللي انت تديني رماد والدتي اللي ابويا مخبيه. فهنا بتوافق عشانها طماعه وعايزه تتجوز وين عشان الفلوس، وهي بتبقى عارفه اللي وين اصلا مش بيحبها وعارفها على ايه. لكن هنا بيجي موظف وبقول لهم ان الجده وقعت، والكل بيجري وبيروح المستشفى وبياخدوها. لكن الطبيب بقول لهم اللي هي واخده سم بعيد المدى، وان مشي نسبه كبيره في جسمها. وهنا بيظهر ابنها الحقيقي وكمان مراته وابنه، وهنا بيقولوا لهم انتوا اللي عاوزين تقتلوها، وبيتهموا وين لانه ابن غير شرعي وان هو مش ابنها الحقيقي. لكن سنه بتقعد تدافع عن جوزها وتديله القوه كمان، وهنا بيكون مبسوط منها جدا. وهنا بنشوف العوة اختها جايه وجايبه دكتور طب بديل صيني عشان يعالج الجده، عشان تكسب رضا السيد وين ويعجب بيها ويتجوزها. لكن هو بيبقى عارفها على ايه، وبتجيبه بتخليه يعالجها. وهنا وهو بيعالجها بيستخدم ابر غلط وفي الاماكن الغلط. فهنا البطله بتاعتنا بتقول له اللي انت كده هتقضي على حياتها وطريقه العلاج دي خاطئه. فهنا بيقعدوا يتريقوا عليها ويتنمروا عليها ويقولوا لها هو انت كنت دكتوره ومش عارفه ايه والكلام ده. وبعد كده بيطلبوا اللي هم يطلعوا بره، فبيجي ياخد كده مراته وبيطلع بره لانه عاوز الجده تتعالج. لكن هي بتفضل تقول له وتزن عليه وتقول له اللي احنا لازم ننقذها عشان هي بتتعالج غلط والدكتور ده بيعالجها غلط ولازم ندخل جوه. فهنا بأمر كل الحراس اللي هم يطلعوا الناس اللي جوه دي، وهي بتدخل وبتعالج الجده بشكل صحيح، وكمان بتفوق معاها وبتتحرك وبتقدر تستخدم الابر بشكل صحيح جدا وفي الاماكن الصحيحه. فبيعرف اللي هي خبيره في الطب البديل الصيني واللي هي عندها خبره، عشان كده كل مره كانت بتديله فيها الابره في المكان الصحيح. لكن هنا بيغمى عليها كده فجاه وبتقع هنا في حضنه، وبياخدها لغرفه في المستشفى وبيكشف عليها، وبنشوفها كده وهي بتبتسم، ايه الابتسامه الحلوه للناس المغمى عليها دي. بقعد سرحان فيها لانها فيها شبه من بنت صغيره القمر. وهنا بنشوف العوه اجت تاني وبتقول له المفروض هو يتجوزها لان هي البنت اللي انقذته واللي هي اللي تستاهله مش هي، واللي هي بتحبه جدا. لكن هو بيكون فاهم ألاعبها وبيهنها وبيقول لها تبعد بعيده هي ومرته، وياها تأذيله مرته بعد النهارده. هي بتكون صاحيه وسامعه كل حاجه. وهنا ببص هنا لمراته بقول لها انا عارف اللي انت فايقه واللي انت سامعه كل حاجه، فبتفتح عينها كده وهي مكسوفه. وبنشوف العوة هي وعيلتها وبتقول لهم انا المفروض اتجوزه، انتوا لازم تساعدوني اللي انا اخده منها. وهنا بيحطوا خطه كده ووالدها بيتصل عليها بيقول لها لازم تيجي وتجيبي زوجك معاكي بكره عشان اديكي رماد والدتك واعرفك ازاي هي اتقتلت. فبتوافق وبتقول وبيجي لها هنا الغرفه عشان يطلب منها اللي هي تنام معاه في غرفته، ما عادتش تنام لوحدها. لكن هنا هي بتوافق وبتكون كده قلبها عمال يدق من وسامته وخايفه اللي هي تروح تبات معاه. لكن بتوافق وبتقول له بس بشرط تيجي تزور معايا عيلتي بكره. وبالفعل بكره بيروحوا وبيكون واخد هدايا كتير وهدايا غاليه من المظات وذهب وحجار كريمه. وهنا بتقول له ليه ده كله؟ فبقول لها حابه اشرفك قدام عيلتك لان دي اول مره ازور فيها عيلتك معاكي. فبتكون مبسوطه جدا من الكلام اللي هي بتسمعه.
والعوات هنا بيستقبلوهم وبيكونوا كده قاعدين، وبنشوف العوة ديت وهي عايزة تقدم له المشروب، لكن هي البطلة بتاخده وبتشربه. بيعرفوا كده ان الخطة بتاعتهم هتبوظ، فبيقولوا لا احنا ناخدها جوه. فباباها بيقول لها تعالي بقى ورايا في المكتب عاوزك. فهنا بيفضل يتريق عليها بلوع معاها في الكلام، فبتقول له انا عايزه اعرف والدتي اتقتلت ازاي، فقال لها انا قايل لك كده عشان تيجي. وبعد كده بديها حاجه تفقد الوعي وبيخطفوها، وهنا بتكون قاعده معاه وبتحاول كده تتحمرش بيه وتحاول تقرب منه، لكن هو بيبقى فاهمها وبيلاحظ كده ان مرته غابت وقت طويل، بيكون قلق عليها وبحاول اللي هو يدخل ويدور عليها، لكن هي بتحاول تمنعه. فبيجي كده لما مش بيلاقيها قدامه بيجي ماسكها كده بمسكه قويه وبيقول لها انا عاوز مرتي دلوقتي تظهر وتعرفيني مكانها بدل ما اقتلك دلوقتي في مكانك. فمن الخوف منه فبتقول له على الخطة بتاعتهم، وبتعرفوا ان والده خطفها وخدها في فندق هي والدتها. بيكونوا مخدرينها وحاطينها في السرير وجايبين لها واحد عشان يتحمرش بيها ويصورها ويودوا التسجيل ده لجوزها عشان يطلقها، لكن هي بتكون صاحية. وهنا بتيجي مدياله إبرة كده وبتخدره، وبتيجي هي طالعة ليه اهلها بعد ما خدرته وقلعته هدومه. وهنا بتفاجئوا كده بعد كمان هي بتخدرهم وبتنيمهم على السرير، وبتتصل على الشرطه والصحافه وبتقول ان في ناس في غرفه كذا في وضع مخل. وهنا بتحس كده بتعب وحمو كده، وبتلاقي نفسها تعبانه وقاعده كده ومش قادره تقوم وعماله تفكر في جوزها. فبتفتكر المشروب وبتعرف ان في منشطات جنسيه كانت محطوطه لجوزها، المفروض هو اللي كان يشربها وهي اللي شربتها مكانه. واول ما بتيجي واخداه كده وسحبها على الغرفه، بتقعد تقرب منه وتقول له اللي انا كنت مستنياك اللي انت تيجي، فبيمنعها اللي هي تقرب منه. وهنا بتكون متضايقه جدا ومكسوفه من اللي حصل واللي اتعمل. وهم ماشيين كده مروحين بتكون تعبانه ومش قادره تمشي يا عيني من ليله امبارح. فبيجي كده يقرر اللي هو يشيلها، لكن هو بده يشيلها كده بتمنعه اللي هو يشيلها، وبيجوا ماشيين. لكن هم ماشيين بيلاقوا في صوت زعيق وزحمه، وبيلاقوا صحفيين كتير وفي شرطه كده يكونوا قدروا ان هم يتخلصوا من العيله المختله دي العوه دي. والشرطه بتاخدهم وبحذرهم ان هم يقربوا من مراته تاني، ويقعد يتكلم معاها ويخفف عنها وبيقول لها مش تزعلي ان اهلك مش بيحبوكي، محدش بيختار اهله بايديه، لكن كل واحد ليه نصيب اللي هو يختار الشريك اللي يكمل معاه. فهي بترتاح جدا لكلامه، لكن في ناس بيحاوطوه كده، وبنعرف ان الناس دي تبع عمه وان هم عاوزين يقتلوه. فبيحاول كده يطفش منهم، لكن هو بيطفش منهم ما بيعرفش، لكن بيدخل كده وبيعمل حادثه. فهم بيفتكروه اللي هو اتوفى هو اللي معاه، لكن الحمد لله كده بيكونوا سلام، لكن بيكون مغمى عليه وهي سين بتحاول تفوقه، وبيكون خلاص هتشوف المفتاح معاه. لكن هنا بيفوق على اخر لحظه ومش بيرضى يعرفها ان هو صديق الطفوله وان هو معاه المفتاح. فبيقرر كده اللي هو يفضح ابن الجده وعيلته واللي هم عاوزين يتخلصوا منه عشان الميراث، وبيقولوا له احنا ده حقنا واللي احنا لازم ناخده منك، لكن بيهددهم اللي هو هيبلغ عنهم، وبيكشف حقيقتهم اللي هم تأجروا الخدامه عشان تحط السم للجده عشان يتخلصوا منها عشان الميراث. فبيهددهم وبخلوهم كده يبعدوا عن حياته. لكن هنا بعيروه بيقولوا له اللي انت ابن غير شرعي واللي اسمك ده مش اسم الحقيقي. فهنا الجدة بتيجي وبتقطع كلامها كده بالخير قبل ما البطلة تعرف ان هو ده صديق طفولتها، وبتقول لهم ده مش ابني الحقيقي، لكن هو يستحق اللي هو يكون ابني اكتر منكم، انتوا مش بتحبوني ولا بتحبولي الخير واللي انتوا طمعانين فيا، لكن هو بيخاف عليا وببقى مش همه الميراث ولا اي حاجه زيكم. وبنشوف سنة هنا بتكون خاطفه والدها ومراته، وبتعرف منه ان هو قتل والدتها، وان هو قرر كمان يتخلص منها هو ومراته وبنته لما باعوها لراجل المافيا اللي هو وان عشان مش بيحبوها. فهنا بتقرر اللي هي تنتقم لوالدتها وليها، وبتبلغ عنه الشرطه وبتخليه يتحبس. وبتروح بعد كده البيت وبتكون حزينه، وين بيكون بعاتبها عشان هي اتاخرت، لكن بتروح كده في حضنه وبتقوله اللي هي مفتقده والدتها جدا في الوقت ده واللي هي زعلانه. فبيقرر كده ياخدها ويروحوا يزوروا قبر مامتها، وهنا بيعرف مامتها اللي هو زوج بنتها واللي هو هيفضل شايلها في عينيه وهفضل احبها على طول وما تخافيش عليها. فهي بتتبسط جدا من كلامه. ولما بيروحوا البيت كده بيفضل قاعد معاها كده على طول الوقت، وهنا بيقول لها اللي احنا نتعشى بره وبيكون مرتب ليها موعد، لكن بيجي لها مكالمه من مساعدها، وبتعرف من مساعدها ان الراجل اللي كان اذاها هي وجدتها زمان ظهر تاني، فبتكون عاوزه تشوفه. والراجل ده بنعرف هو نفس الراجل اللي عاوز يتخلص من وين، لان الراجل ده بيكون عم البطل واللي كان عاوز يتخلص منه وهو صغير عشان ابن غير شرعي واللي هي انقذته من الموت، وعايزه تعرف معلومات عن صديق طفولتها. في الوقت نفسه يان بيعرف ان هي رايحه تقابل نفس الشخص اللي كان عاوز يتخلص منه اللي هو عمه، واللي هي لسه ما تعرفش ان هو
صديق طفولتها. فهنا بتروح كده عشان تقابله، لكن وهي رايحة بتكون متنكرة في شخصية كاهنة كده عشان تدخل وتعرف تاخد منه شوية معلومات عن صديق طفولتها، وبتقدر تقنعه اللي هي هتساعده وتخليه يحكي لها عن كل حاجة، وبيحكي لها ازاي عايز يتخلص منه وازاي في نفس الوقت اللي هو عاوز يستولى عن الشركة كلها. بالفعل بتروح معاه للمكان اللي هو محددينه في الاجتماع، وبيجي البطل على الاجتماع وبيقول انا رئيس الشركة دي وصاحبها والمالك الشرعي ليها. وبنعرف ان هو لما عرف ان البطلة رايحة تقابل عمه راح ليها وعرفها ان هو صديق طفولتها جون اللي هي بتدور عليه، وان هو كمان مش بتصدقه غير لما بيوريها المفتاح بتاع الصندوق بتاع الجدة، وبيتفق معاها اللي هما ينتقموا من عمه. بيكون جايب الصندوق والراجل بيتعصب اول ما بيشوف الصندوق، وبيفتحوا الصندوق وبنعرف ان الصندوق ده مش فيه احجار كريمة ولا المظات ولا حاجة، ده فيه ورق رسمي بيثبت ان البطل ده ابن الشرعي للعيلة فعلا، ولا اوراق بتقول كده، وان عمه زور الحكاية دي ونشرها عشان بس يقدر يستولى على الشركة بتاعت أخوه، وإن هو كمان في الماضي هو اللي خلص على الجدة عشان الصندوق ده مش يتكشف الأوراق دي تظهر، وبيحبس عمه بسبب تزوير في الأوراق. وهنا بتكون الحكاية خلصت، وبيبقى ماشي معاها وبيفكرها بوعده ليها وهم صغيرين اللي هو هيفضل يحبها ويدور عليها ويلاقيها وهيتجوزها ويكمل حياته معاها. وبكده يكون ملخصنا خلص. أتمنى يكون عجبكم، وما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.